مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهارده ارد على سؤال مهم قوي، ناس كتير بيسالوه لي. علي، اشتري الفضه منين؟ اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نشوف. انا هقول افضل اماكن تشتري فيها الفضه ومميزاتها وعيوبها دلوقتي. اول حاجه من افضل الاماكن اللي ممكن تشتري فيها الفضه الصاغه. لو انتوا عارفين الصاغه في القاهره، الصاغه المصريه معروفه، ليها مميزات وليها عيوب. مميزاتها اول حاجه ان سعرها هتلاقيه كويس رخيص مش عالي قوي. عيوبها ان هي مكانها مش مكان سهل ان حد يروحه، مشوار عقبال ما تروح. يعني انت لو عرفت تكلفه المواصلات لوحدها هتلاقيها صعب تروح، ما ينفعش تروح انت وعربيتك. من عيوبها التاني ان هو شغلها معظم شغله مصري، مش شغل مستورد اللي هو الايطالي، يعني اغلبيه الشغل هتلاقيه شغل مصري. واخر حاجه، العيب الاخير فيها ان هي في منهم ناس كتيره جدا بيزوروا في الشغل، يعني بيحطوا الشغل اللي هو اكسسوارات على اساس ان هو فضه، لكن هو مش فضه وبيقولوا عليه فضه. فدي نقطه مهمه جدا لازم تخلي بالك منها. لكن المكان كصاغه مكان كويس، ولازم تبقى انت واخد بالك كويس قوي قبل ما تروح عشان تبقى فاهم القصه ازاي تشتري الفضه هناك، تمام، وما يضحكش عليك. تاني مكان مميز برضه ميدان الجامع اللي هو في مصر الجديده. لو انتوا عارفينه، هو المكان ده ليه مميزات برضه وليه عيوب. مميزاته ان هو فيه عباره عن سوق فضه، محلات فضه كتيره جدا جدا، ومحلات برضه معاها ذهب. هتلاقي شغل ايطالي وهتلاقي شغل مصري، هتلاقي ده وهتلاقي ده. عيوبه ممكن يكون عشان اول حاجه الطريق مش سهل برضه. مصر دي تبقى زحمه شويه. تاني حاجه ان هناك ممكن يكون السعر اعلى حاجه بسيطه من اسعار الصاغه، لكن بسيط مش فرق جامد ولا اي حاجه، فيعتبر قريبين جدا من بعض الاسعار. لكن مميزاته ان هو مفيش حد هتلاقي بيضحك عليك هناك. هناك كل محلات فضه، محلات ذهب، مفيش اللي هو هتلاقيه واقف عارض حاجات على اساس ان هي فضه وهي مش فضه، ولا اللي بيقول لك تعالى يا فضه، تعالى يا فندم اتفضل تعالى. اللي هو كانك قاعد في حته شعبيه. انت مش هتلاقي الكلام ده خالص في ميدان الجامع. ميدان الجامع منطقه راقيه نظيفه، فدي ميزه مهمه جدا من الناس اللي عايزين يشتروا حاجات فضه برضو ومش عارفين يشتروا منين. تمام. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها لكم، حاولوا تبعدوا عن الشغل الاونلاين، عشان برضو الشغل الاونلاين في الفضه بالذات والذهب يعني انت ما تبقاش واثق من الشغل قوي. يعني هو مش زي اللبس او اي حاجه. الفضه والذهب صعب قوي لما تشتري من اونلاين، لازم يبقى ليهم فرع، لازم تروح الفرع تشوف الشغل عندهم عامل ازاي قبل ما تستلم اي حاجه. يعني هو ما بيكونش ليه مكان ثابت ولا اي حاجه. لو في مثلا اي مشاكل حصلت للشغل او يستحسن لك انت تشتري من محل فضه انت نفسك تروح. حاولوا تبعدوا شويه عن شغل الاونلاين عشان مش مضمون، مش كل حاجه مضمونه. الفضه والذهب دلوقتي فيهم تزوير جامد قوي. بعديها بيومين اتقطعت ولا حصل اي حاجه انت ما تقدرش تروح لهم، مش بيبقى ليهم مكان ثابت او اي محل ثابت يعني عشان يشوف لك حل. لكن الكلام ده بيبقى اونلاين، فاونلاين بيبقى صعب شويه في الشغل الفضه والذهب، عكس الاكل والشرب واللبس. الحاجات دي بتبقى سهله في الاونلاين، مفيش مشكله. يعني ممكن لو انتوا مثلا ساكنين مثلا حتت تتجهوا الى المحلات اكتر، ساكنين في التجمع يعني شوفوا ايه جو المحلات اللي هناك، او ساكنين في اكتوبر برضو شوف اكتوبر. لو الاماكن اللي انا قلتها الاولانيه اللي ميدان الجامع والصاغه بعاد عنكم مفيش مشكله، ممكن ترجعوا للمحلات اللي هناك عندكم احسن من الشغل الاونلاين. انا ده كان رايي. لو حد عنده اي استفسار او عايز يقول اي حاجه مفيش مشكله يكتبه في كومنت، وانا ان شاء الله هجاوب على اي سؤال يتكتب في كومنت. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وشكرا.